قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش النهار الخميس 12 أكتوبر بتوقيف شخص كيبلغ في العمر 36 عام والمشتبه في تورطه في حيازات وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين. وحسب المصادر، قامت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني برصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتعرض للبيع أدوية مهربة بهدف استعمالها في زيادة الوزن. وصلت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بتحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل ما يتم توقيفه والعثور بالحوزة ديالو على 683 وحدة من الكبسولات والعقاقير الصيدلية، وكذلك 50 علبة من المراهم الطبية. وتم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي واللي كيجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وكذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط.